آه آه يعني مع الاسف ان المقابله ديال اليوم كان فيها كل شيء الا الهدف او الاهداف اللي ممكن تجيب لنا يعني ثلاثه ديال النقاط. مع الاسف انه اللاعبين بذلوا واحد المجهود كبير، ولكن الفعاليه الهجوميه اللي هي الاهداف اللي هي كتخليك انك تفوز بالمقابله وتستفيد من النقاط ثلاثه ما كانش. تنظن انه منذ بدايه الموسم احسن مقابله من ناحيه ديال الاداء، من ناحيه ديال العدد ديال الهجمات، من ناحيه ديال عدد الفرص ديال التسجيل اللي كانت خلقناها، ولكن لم تكتمل. تنظن انه المقابله غادي ناخذوا فيها الايجابيات، وخاصنا نزيدوا نشتغلوا على التهديف باش نكونوا اكثر فعاليه ان شاء الله في المقابلات الجايه. جاهز 100%. هو الجزء الاول. السؤال ثاني، الثاني هو بالنسبه لركله الجزاء، ونورمالمون واش ما كانش ممكن ان يمشي لاعب اخر يسدد الركله في هذا الوقت هذا اللي فيه الضغط كبير؟ هي شوف كاين شي حاجه سميتها القدر. شوف، لو كان نمشي شكون هو هذا اللي حنا مضمون 100%، لا بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للاعيبه اللي يسجل. يمكن احسن واحد اللي كيسدد واللي هو المتخصص هو جبران ضيع في مقابله اخرى. وبالتالي فتنظن انه اللاعبين كانوا خيارات، يعني كان تحديد ديال اللاعبين. عطيت تعليمات في اللحظه ديال ضربه الجزاء، ولكن بولي قرر على انه يسدد. مع الاسف يعني ما تيسجلش، كتضيع لنا جوج ديال النقاط، وهذا ماشي يعني نهايه ديال المطاف، او لا خاصنا نبكيو على جوج ديال النقاط. صحيح انها مهمه بالنسبه لنا، يعني للتتمه ديال الدوري وتجميع يعني النقاط بالنسبه للبطوله، ولكن ما نساوش على انه بولي ولو ضيع فتا هو تيقوم بواحد العمل اللي هو كبير. ما نساوش على انه هو اللي سجل الهدف ديال الاسبوع الماضي وسجل اهداف اخرى. وبالتالي حنا ما خصناش نوقفوا على هذه النقطه بالضبط في ضربه الجزاء اللي كتضيع. خاصنا نزيدوا نشتغلوا على الاهداف الاخرى اللي كانت واضحه واللي كان ممكن يعني تسجل. اللاعبين كاع اللي سميتو اللي غيرنا لهم سواء المراكز او اللي دخلوا كلهم تاحوا لهم فرص ديال التسجيل، وبالتالي فما كانش المشكل هو انه الخلق ديال الفرص، كان المشكل هو ديال التهديف. انا تنظن وحنا اللي عندنا الحقيقه، يعني الاطر التقنيه هي اللي دائما عندها الحقيقه ديال اللاعبين والجاهزيه ديال اللاعبين. اللاعبين اللي لعبوا واللي شاركوا هما اجدر على انهم يكونوا هما اللي جاهزين، هما اللي كانوا اقرب يعني من انهم يحققوا النتيجه ديال الفوز. اللي مهم صحيح انه خاصنا نسجلوا الهدف باش نجمعوا هذاك الماكسيموم ديال النقاط، ولكن ما نساوش على انه اللاعبين كلهم اليوم بدون استثناء قاموا بمقابله، يعني تنظن احسن مقابله من ناحيه ديال المنتوج يعني الكروي التقني والتكتيكي. يمكن احسن مقابله اللي قمنا بها اليوم. مع الاسف الهدف هو اللي ما كانش. انا تكلمت على احداث كانت عنده واحد الاصابه باقي كيعاني منها شويه تيعاني يعني ليس بالجاهز 100%، ولكن المشكل ديالنا كان هو كيفيه التعامل مع هذاك الفرص اللي صراحه اللي خلقنا مجموعه يعني كثيره من الفرص اللي خلقنا. المستقبل يعني كيلزم لينا على ان نزيدوا نشتغلوا على اساس انها تكون ان شاء الله الفعاليه الهجوميه حاضره في المقابلات اللي جايه. انا تكلمت من قبل وقلت على انه حتى يعني هذا الوصول ديالي لفريق الوداد كان متاخر بعض الشيء، يعني ما اشتغلناش يمكن في العمق، يعني في كثير من الاشياء اللي هي تقنيه وتكتيكيه ما اشتغلناهاش. اليوم بين على انها عندنا مشكل، وليس فقط اليوم، حتى في المقابله ديال طنجة، في المقابله ديال وجده خلقنا مجموعه من الفرص وتفنى يعني في الضياع ديال الفرص. خاصنا نزيدو نشتغلوا على الشق الهجومي ديالنا. اليوم اللي كان ايجابي هو اننا خلقنا الفرص، تتبقى لنا ديك اللمسه الاخيره ان شاء الله كتجي مع التدريب ومع التكرار النوعيه ديال التدريب. انا اظن هذه الفتره اللي جايه غادي نستافدوا منها يعني بشكل يعني كبير، خاصه يعني من الناحيه البدنيه ومن الناحيه ديال التكرار بعض الامور اللي هي تقنيه وتكتيكيه. بالنسبه للدوره ديال الكويت، اعتذرنا، كانت عندنا النيه اننا نشاركوا، ولكني كان عندنا تخوف على انه تبدا البطوله او لا تلعب البطوله يمكن في بدايه ديال الشهر المقبل، وبالتالي فارتئينا على اننا نزيدوا نشتغلوا في العمق اللي هو خاصنا يعني نحسنوا المستوى ديالنا من ناحيه ديال القوه اول حاجه، ومن ناحيه ديال النفس. وبالتالي ما بغيناش ندخلوا ونلتزموا يعني بواحد العدد من المقابلات
خاصه انه عدد المقابلات الثلاثه ما يمكنش يستافدوا منها يعني 24 لاعب او 25 لاعب. وبالتالي قلنا غادي يكون المعسكر ديالنا ان شاء الله هنا في الملعب ديال بن جلون، وممكن تكون فتره اخرى ديال شي تجمع يعني في شي مدينه اللي يكون متاح فيها الملاعب ديال التدريب. اخوان